الأخت ريحانة تقول: شيخنا، ما معنى قول الإمام علي عليه السلام: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان؟ أختي المحترمة، غيرة المرأة كفر باعتبار أن المرأة إذا اشتدت غيرتها على زوجها راح تمنعه مما أحل الله سبحانه وتعالى، واللي يحرم أو يمنع الذي أحله الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم ينزله بمنزلة الكافرين. شو يقول القرآن؟ يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كلام الله. طيب، فهي إذا اشتدت غيرتها على زوجها بحيث تمنعه وترفض أن يتزوج امرأة أخرى، هاي معناها أنه هي جاي تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى من سبب غيرتها، وبذلك تدخل في هذا الخانة. طبعا هذا مو كفر جحود والعياذ بالله، يعني مو كفر عقائدي، وإنما هي جاي تمنع شيء أو جاي تعارض شيء أحله الله سبحانه وتعالى. هذا غيرة المرأة. أما غيرة الرجل اللي هي إيمان، يا أختي المحترمة، الرجل إذا غار على زوجته راح يصونها ويحفظها ويراعيها كما يراعي القوارير. شلون القارورة الإنسان يراعي القارورة، هكذا غيرته على زوجته راح تؤدي إلى صيانتها، وطبعا صيانة المرأة راح يحفظ المجتمع. وهذا هو الإيمان. حفظ المرأة هو حفظ المجتمع، احترام المرأة، صيانة المرأة. غيرة الرجل على المرأة تورث الاحترام، توجب أن يحترمها ويصونها ويقدرها، وبذلك حينئذ راح يصون المجتمع، وصيانة المجتمع طبعا مظهر من مظاهر الإيمان.